السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم أكلة مصرية سميتها الرز معمر. كما كتشوفوا هنايا عندي الرز درته في الماء مغلي، يعني واحد 5 دقائق. لما كانش عندكم الوقت، اما اذا كان عندكم الوقت كديروه في الماء عادي واحد المده ديال 15 دقيقه. من بعد كنحيدو له داك الماء وكنخليوه يسقطر مزيان. كما كتشوفوا هانتوما الرز راه ما طايبش وضعته في 5 دقائق ديال في الماء المغلي. ندوزو للتحضير ان شاء الله. كناخذوا واحد الاناء اللي كيدخل الفرن وكنوضعوا الرز ديالنا فيه. هاد الأكلة هادي أو الرز معمر كيرافق جميع الأطباق، يعني يمكننا نقدموه مع الدجاج محمر أو مع اللحم أو مع السمك بالخضر، يعني ولا كيتنكل بوحدو. غير جربوه كيجي زوين بزاف. كنضيفوا الملح والملح على حسب الذوق، والقليل من الإبزار. ومن بعد كنوضعوا البصل البودره، يعني مسحوق البصل على حسب الذوق، يعني ما كنكثروش منها، تقريبا واحد المعلقه كبيره على حسب الرز اللي عندي، يعني ولا كان الرز اكثر يعني كنستعملوا 2 معلقات. وهنا كنوضع واحد 2 معلقات كبار ديال الزبده، وهنا كنوضعوا القشده الطريه او لا كريم فريش. بعد ما خلطناهم مزيان كنوضعوا الحليب ساخن، يعني الكميه اللي غادي تكفينا. كما كتشوفوا هانتوما تلاحظوا المقدار ديال الحليب، يعني حتى كيتغطى الرز. ومن بعد كنضيف له الماء ساخن، يعني واحد 8 كأس كبير. ومن بعد غادي ندخلوه الفرن على نار متوسطة، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي بعد ما نخرجوا من الفران. وهذا الشكل ديالنا ديال الرز معمر كيجي لذيذ، غير جربوه غادي يعجبكم بزاف. وشكرا على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش اللايك والاشتراك. الى اللقاء.